السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يلا بينا بسرعه، راجعين من الشغل مستعجلين وعايزين نعمل المسخن الفلسطيني بطريقه تحفه. بصراحه بقالي كتير ما عملتوش، بعمله اكتر في رمضان، يعني من الوصفات بتاعه رمضان. الاول بس كده نبدا ونسمي الله وندعي لاخواتنا كده، ربنا يثبت اقدامهم يا رب وينصرهم. اللهم امين يا رب، ويزيح عنا الغمه. اول حاجه احنا كان معايا صدور فراخ. احنا ممكن نجيب صدور سليمه وبتبقى الافضل، الطريقه الاصليه بتاعتها بتبقى الصدور بتاعتها مسلوقه وبعدين بتبتدي تشتغل فيها. ما كانش عندي وكانش عندي غير البانيه دوت، فهقطعه معاكم صغير قوي كده زي ما انتم شايفين، زي ما بنقطع الشاورما، شرايح رفيعه خالص صغيره كده. لان احنا لو سلقنا الفراخ بعد ما بتتسلق صدر الفرخه بتمسكيها تفتفتيها كده بالمضرب او بايدك بالشوكه، المهم تبقى قطع صغيره خالص. فاحنا هنحاول نخليها برده قطع صغيره تبقى شبهها كده، وبنعملها بتتبيله حلوه وبرده يطلع طعمها حلو. الطريقه دي بصراحه انا بستسهلها وبعملها على طول وبتبقى خطيره. هنقطع كميه بصل حلوه عشان هو بيحتاج طبعا بصل كتير. انا معايا كده 4 بصلات، 3 بحجم وسط وواحده كبيره. هنقطع البصل كده شرايح. وهنا بقى كانت عيني خلاص ابتدت توجعني لما قطعت البصلتين كده شرايح رفيعه زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. وبس كده، وهنروح على طول على النار. حطي بقى طاسه كده على النار، واول ما الطاسه دي انا لسه جايباها وكنت اول مره اجربها، اول ما خدت صدمه كده من النار تحس ان هي ما بقتش مظبوطه. وبعدين بقى اتظبطت كده معايا، نزلت كميه من الزيت وبعدين نزلت عليها البصل. انا ما كانش عندي زيت زيتون، وهي الوصفه الاصليه بتاعتها زيت زيتون، وبتبقى طعمها خطير لما بيبقى عندي وبعملها بيه، بجد بتعلي التست بتاعها قوي. هننزل هنا كده بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر. انا عايزه اكرمل البصل وعايزه اديله تشويحه حلوه كده. اول ما هبتدي احس ان لونه ابتدى يدبل معايا انا هنزل بالتوابل بتاعتنا عليه. طبعا اساس الوصفه دي السماق، مش هينفع تستغني عنه خالص. انا حطيت معلقتين صغيرين ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الزعتر. السماق لو حابه تزوديه عن كده زوديه، انا هحط كمان معلقه لما يستوي عشان انا بس منزله الفراخ نيه. هشوح بقى ده كله في قلب بعضه، وبعدين هنزل عليهم بمكعب مرقه لان انا مش سالقه الفراخ فما عنديش مرقه، عشان هنزل عليها بنص كوبايه من الميه المغليه عشان تستوي كويس واتاكد ان هي مش بتشد خالص. اول ما تبتدي تبقبق كده اغطي عليها واسيبها 10 دقايق لحد ما اتاكد ان هي استوت وبقت خطيره. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. ما كانش عندي مكسرات فحمصت شويه سوداني، ولو عندك اي نوع مكسرات بينفع. انا هنا نزلت بمعلقه كده من دبس الرمان، معلقه كبيره، بجد بتعلي التست جدا وبتخليه حلو قوي. لو ما جربتوش بدبس الرمان دي في المعلقه دي وهتوديهولك في حته تانية خالص. هنزل بقى بمعلقه تاني كده من السماق، وهنزل بالمكسرات اللي انتي محمراها. قلبي كله في بعضه وكده الحشوه بتاعتنا بقت جاهزه. هي غامقه شويه من السماق بس هو مخلي طعمها خطير. اي صينيه عندك او اي صاجدينيه زيت. وانا كنت جايبه عيش اللي هو العيش السوري ده، ولو عندك عيش تورتيلا بتعمليها بيه بتبقى احلى بصراحه. يعني الحته الرغيف بتاع التورتيلا بتقطعيه 4 وبيبقى سهل في اللف. هنا انا قطعت الحته اللي هي التقيله اللي في الاطراف وابتديت اقطع العيش زي ما انتم شايفين كده. عايزه اعمله مثلثات، هو كان خفيف قوي فهيتفتفت مني، فخليت كل طبقه كده طبقتين، يعني هلفه على الطبقتين كده مش طبقه واحده عشان كان يعني من السوائل ما يفكش منك ولا يتقطع ولا اي حاجه. قطعي كل العيش بالشكل ده، ولو تورتيلا 4/4 زي ما اتفقنا. هتحطي كده في النص الحشوه بتاعتك، وهتبتدي تقفليها من الجناب وتبتدي تقفليها بالشكل ده. سهله جدا ولا هنلزق ولا اي حاجه. الحته اللي احنا لفينا منها الاخيره تبقى باصه للصينيه من تحت. سهل جدا، طعمه تحفه. عايزه اقول لك في رمضان بقى يعني هو كمان طعمه احلى من الجلاش. شكله حلو جدا وطعمه حلو، بيرمي معاكي كميه كويسه. وانا كنت عامله نص كيلو من البانيه وكفى الصينيه كلها، واتبقى مننا كمان شويه عملته لهم كده زي الشاورما واكلوه. شايفين هنا خلصنا الكميه كلها، ومش قادره اقول لكم طعم السوداني وهو محمر كده في معلقه سمنه بلدي كان طعمه حلو قوي قوي في الوصفه. طبعا لو عندك بقى صنوبر، عندك لوز، عندك اي نوع من انواع المكسرات بتبقى حلوه قوي فيها.
دهنت الوش كده بالزيت، وبعدين هرش عليها رشه من السماق وهدخلها الفرن. انا كنت مولعه الفرن من فوق ومن تحت، انا عايزاها تاخد لون تحميصه كده سريعه، فمش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق ربع ساعه في الفرن عشان تاخد اللون الخطير اللي هتشوفوه دلوقتي. شايفين بقى شكل الصينيه وعملت كميه قد ايه، وكمان اتبقى مننا يعني كان ممكن نعمل صينيه تاني صغيره بنفس كميه العيش. عملت هنا بقى سلطه مايونيز كده. انا بعمل المايونيز بالطوميه والزبادي، بتبقى حلوه قوي بتعجبهم. شايفين هي كانت سخنه مولعه، انا عايزه اقول لكم انا اتلسعت من حلاوتها، احنا مش قادرين نستنى، طعمها حلو جدا جدا جدا. طبعا انت ممكن تعملي سلطه الزبادي بالطحينه بتبقى خطيره، بس احنا بنحب الطوميه معاها. سخنه قوي اتلسعت ببقي بجد، جربوها انا واثقه ان هي هتعجبكم جدا، خطيره. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش لايك وشير الفيديو. لو انت مش مشتركه في القناه هستناكي تشتركي في القناه، ولو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي شكرا انك بتشوفي الفيديو للاخر. يا رب الوصفه تعجبكم، ورشوا عليها شويه خضره او شويه مكسرات وقدموها، وبالف هنا وشفا، وباي باي.